النهاردة هنستكمل مع بعض سلسلة اختيار التخصص، وزي ما سمعنا في الفيديو اللي فات رأي دكتورة عزة بركة. هسيب لكم لينك الفيديو في الوصف للناس اللي ما شافتوش. النهاردة معانا بقى الدكتورة رشا ربيع سالم، دي أستاذ مساعد علم الأجنة والتشريح بكلية الطب بجامعة الإسكندرية. تعالوا بقى نشوف فيها تقول لينا إيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي دكتورة رشا ربيع، أستاذ مشارك علم الأجنة والتشريح. أنا مبسوطة قوي إن انتوا أتحتولي الفرصة دي عشان أدردش معاكم إزاي نختار التخصص بتاعنا. بس قبل ما أتكلم أحب أقول لكم لا داعي للخوف من المستقبل. أنا عايز حضرتك تقنعني إزاي؟ كان عبادة بن الصامت لما نصح ابنه كان بيقول له: إن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. فما فيش حاجة يا ولاد تستدعي الخوف من المستقبل، كله متحدد بأمر الله. أنا عارفة أن اختيار التخصص وليلة الاختيار هي ليلة ليلاء، مش سهلة. دي ليلة تحديد المصير أو جمع الحصاد والمحصول. استعدادها انك تبقى نايم كويس، مركز، عارف انت عايز ايه بالظبط. مجموعك طبعا اولا واخيرا هو اللي هيحدد القصة، بس مبدئيا في 2 كاتيجوري كبار لازم تفكر فيهم. هل انت هتروح سكة الكلينيكال ولا تروح سكة الاكاديمي؟ طيب، هل انت عندك كوميونيكيشن كويس مع العيانين، بتعرف تتعامل معاهم كويس؟ عندك قدرة انك تعيش تحت ضغط، نبطشيات بقى ومفيش اجازات، قتل قتل حرفيا؟ هل انت مستعد تعمل ديفرنشال دايجنوزز كويس مع العيان؟ ما في ناس بتعرف تقرا كويس، بتعرف تتكلم مع العيان، بس ما توصلش للديفرنشال دايجنوزز. اصل طالما يعني طالما انت قول السؤال تاني. بيحصل لها منتال بلوك. هل انت عندك الموهبه دي؟ عندك موهبه البيشنت ويلفير؟ عندك موهبه اساسا الانفستيجيشن سيكونسز؟ العلاج مش مشكله، العلاج على فكره موجود على النت، مفيش مشكله. لو عندك مشكله او ديفكت في الكوميونيكيشن ممكن تدخل تخصصات ما فيهاش كوميونيكيشن قوي، زي الراديولوجي والكلينيكال باثولوجي، ما فيهاش احتكاك بالعيان قوي. طيب افرض انا ما عنديش المقومات دي، فاكيد هنساق لسكه الاكاديمي. طيب بما اني انا بقى تخصصي التشريح عشقي الاول والاخير، تعالوا اكلمكم عن الادفانتج والديس ادفانتج. الادفانتج اولا هي مهنه اكاديميه بتوفر لك بوزيشن محترم ثابت، دخل ثابت، معاش الى حد ما خلونا نقول محترم، وظيفة اجتماعية مرموقة بتخليك في المجتمع ليك بوزيشن، تقدر تحط رجل على رجل، تقول أنا أستاذ جامعة. طبعا بتندرج من معيد لمدرس مساعد لمدرس لأستاذ مساعد لأستاذ. خلصت يا حبيبي، تعالالي. استغفر الله. انت لازم تبقى ابديتد، ولازم تعمل حاجه اسمها ريسيرش وتكتر من ابحاثك. طبعا انت عشان تبقى معيد بتتعين، بتاخد الوظيفه، بتحضر ماجستير تبقى مدرس مساعد، تحضر دكتوراه تبقى مدرس. بين المدرس والاستاذ المساعد 5 سنين، مطلوب منك تسلم من 5 ل 8 ابحاث في مجالك. من أستاذ مساعد لأستاذ another 5 years تعمل فيهم برضو أبحاث من 5 ل 8، وما زال البحث مستمر، مش هتوقف. طيب وظيفتنا ما فيهاش ستريس، ما فيهاش نبطشيات، انت بتعيش حياة الموظف كما ينبغي من 8 ل 2. أجازات كتير، حدث ولا حرج، اجازه نص السنه، اجازه اخر العام، اعتيادي، عارضه، اجازه خاصه، عايش حياتك. ما عندكش زي الكلينيكال فحت مستمر، ما عندهمش الاجازات والرفاهيات بتاعتنا.
بيئة العمل، بتكلم عن قسمي في الأقسام الأكاديمية عموما وفي قسمي فاميليال قوي، هتلاقي اللي بيشجعك، اللي عايزك توصل، اللي هيفتح لك البيبان المغلقة، مش عايزين يعطلوا حد. فبالتالي البيئة فاميليال إلى حد ما. زي ما قلت لك بتضمن مرتب في آخر الشهر ثابت، ما عندناش فيه مشكلة. التشريح بالذات تخصص يرضي احلام الكلينيكال، يعني انا لو رايحه اكاديمي وعيني شويه على الكلينيكال، فده بيشبع التالنت بتاعتي في الجراحه، بيشبع السكيلز بتاعتي في التشريح. معرفش حد تخصص تشريح الا وشخصيته قويه، ادارجي ممتاز. خد بالك التشريح ده بيثقل ويقوي الشخصيه. متعرفش بقى الأموات يعلمون الأحياء، ولا الناحية الفلسفية من تعاملك مع الموتى اللي بتزيد الحكمة عندك وبتثقل شخصيتك، ولو ان ساعات بتضرب بأجريشن ويمكن دي لعنة أموات، لكن إلى حد ما خلينا نمشيها ان معظم المشرحين مفلسفين، حكماء، أقوياء الشخصية، إيميننت في تخصصهم، ولو ان شهادتي مجروحه، ولكن عندنا نماذج عاليه جدا ماسكين رئاسه جامعات. يعني الاسماء كتيره الصراحه، رؤساء جامعات كتيره وايميننت في تخصصهم ده. ولحد اللحظه اللي انا بكلمكم فيها عدد المشرحين ما هوش كبير على مستوى العالم، فالسفر متاح، انت متاح لك سفر لدول عالم ودول كمان عالميه، يعني دول قصدي اجنبيه زي ايرلندا مثلا، عندنا ناس من قسمنا مسافرين هناك وبارعين هناك ومشرفيننا هناك، زائد الدول العربيه بقى حدث ولا حرج. طيب عيوبها ايه؟ اولا هو اجر ثابت فاينانشالي، مش زي الكلينيكال. الكلينيكال بتقدر تقتات من عيادتك، ولكن طبعا بتاخد كام سنه عمل ما توصل تبقى مدرس وتقدر تفتح عياده. وصلت يعني اخر الثلاثينات، عمر برضو. انت بتتكلم جد؟ كمان معظمنا احنا كمشرحين مش هتلاقينا تخصصنا تشريح بس، هتلاقينا تخصص تشريح يعني تشريح ونساء وولادة، تشريح وأطفال، تشريح ونيورولوجي، في منا متخصص جراحة جلدية عشان أكل العيش. زكريا الدرديري مدرس رياضيات وفرنساوي، عبال ما يجيبوا مدرس فرنساوي. ومش معقولة هفتح عيادة وأقعد أشرح لكم في الناس. ففي ناس بتقابلها مشكلة صاحب بالين كداب. هو أنا بعد ما تطلع عيني وابقى مدرس في تخصصي وأبحاث وبلا بلا بلا لسه هتخصص مادة تانية؟ ففي ناس دي بتبقى عائق بالنسبة لهم. تاني حاجة الفورمالين، وما أدراك ما هو الفورمالين. الفورمالين أنا عايزة أقول لكم في ناس سابت المهنة تماما بسبب إنها كانت هتموت حرفيا من الأزمة. في ستات اجهضوا كتير بسبب تأثير الفورمالين عليهم، فلازم الفورمالين تحسب لها حساب برضو قبل ما تقرر تتعامل مع مادة التشريح. مجهودك البدني قد ايه؟ انت سفيف كده وديليكا هتنفع معانا في التشريح ولا هتقع مننا؟ ما هو تشريح الجثة ده عايز مجهود. يعني على ايامي انا كان عدد جثث لا حصر لها وكنا مطالبين نسلمها في وقت معين. دلوقتي يمكن مع الندرة اللي حصلت في أعداد الجثث الكلام ده مش موجود، ولكن لازم يبقى عندك المجهود البدني اللي يؤهلك تقف بالساعات تشرح. لازم يبقى بينك وبين التشريح عشق متداول، لاف ستوري. ما ينفعش يبقى ما بينك وبين التشريح من القلب للقلب عسكري ابن مش عارفة ايه وتدخله، مش هتبدع، هتفقد الشغف. في مقولة بتقولك أحب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. بس مش هيبقى فيها إبداع، مش هيبقى فيها فن، مش هتبقى إيميننت في مادتك. فلازم نمرة واحد تحب الحاجة اللي أنت رايح لها. وأخيرا ما توفيقي إلا بالله. الحكاية دي يحكمها توفيق ربنا سبحانه وتعالى. وزي ما قلت لك أول ربنا سبحانه وتعالى ما خلق القلم ثم كتب ما هو كائن حتى يوم القيامة. فريح بالك وما تشغلش بالك، كل حاجة مكتوبة عند ربنا سبحانه وتعالى، ما عليك إلا أن تعقلها وتتوكل.
ويوم الاختيار ده دعوتين حلوين كده من الحج والحجة وصلاة ركعتين لله سبحانه وتعالى، وصدقني ان شاء الله ربنا هيجبر بخاطرك وتختار التخصص اللي يرضيك ويرضي غرورك ويرضي امالك، ونسمع عنكم ان شاء الله كل خير. شكرا جزيلا. بعد ما نكون سمعنا رأي الدكتورة رشا وتوجيهاتها ونصايحها لينا اللي أكيد استفدنا من كلامها، نكون خلصنا الفيديو. متنسوش بقى اللايك والشير عشان الفيديو يوصل لأكبر فئة، ولو لسه مشتركتش اشترك عشان يوصلك كل جديد. متنسوش لسه باقي مفاجآت في السلسلة، اوعى تفوتها.